عارفين يا جماعة النادي الأهلي النهاردة ما دخلش فيه جون في الدقايق الأخيرة ليه زي ما كان بيحصل الماتشات اللي فاتوا؟ عارفين ليه النادي الأهلي النهاردة ما استقبلش هدف التعادل زي ما كان بيحصل في الماتشات اللي فاتوا؟ علشان سببين. السبب الأولاني جمهور النادي الأهلي والرسائل القوية جدا اللي وجهها للاعيبة النادي الأهلي قبل المباراة وأثناء المباراة. السبب التاني هو عودة الروح للنادي الأهلي، عودة الروح. اللعيبة النهاردة كلها كانت رجالة في الملعب، وعلشان كده النادي الأهلي قدر ان هو يحسم المباراة. علشان كده النادي الأهلي ما دخلش فيه هدف التعادل زي مباراة انبي وزي المباريات اللي قبل كده. كان دايما النادي الأهلي لما بيتقدم بيخش فيه هدف التعادل علشان ما كانش فيه روح في الملعب، ما كانش فيه رجالة بتقاتل في الملعب. النهاردة النادي الأهلي يا جماعة كله كان رجالة، محدش في اللعيبة النهاردة أثر بأي جهد لمصلحة الفريق. عجبني جدا في الكابتن عماد النحاس في بداية المباراة انه لاعب بتريزيجيه رقم 8. تريزيجيه النهاردة تألق جدا في المركز ده. تريزيجيه النهاردة عمل جبهة شمال قوية جدا مع بن شرقي، وعمل دويتو مع بن شرقي عالمي. شكلنا منه خطورة كبيرة في الشوط الاولاني، وقدرنا كتير جدا نستغل غياب الباك اليمين الاساسي لفرقة علي ماهر هو احمد هاني. استغلنا ده كويس جدا، والكابتن عماد لعب على النقطة دي كويس جدا واستغلها كويس جدا عن طريق ثنائيه رائعه ما بين تريزيجيه اللي كان بيلعب النهارده رقم 8 وما بين بن شرقي. قدرنا من خلالها ان احنا نحرز الهدف الاول للنادي الاهلي، هدف ار2. اخيرا يا جماعه تريزيجيه بيحط ار2 بعد ما شاطها 1000 مرة في أجسام المدافعين وبره. النهاردة بيقدر يحطها بالهدف علشان النهاردة كان بيلعب للفرقة، ما كانش بيلعب لتريزيجيه، كان بيلعب للنادي الأهلي والمكسب النادي الأهلي. فالنهارده ربنا كافئه بالهدف ده. النهارده تريزيجيه بنشوفه بيعتذر للجمهور قبل المباراه، تريزيجيه بنشوفه بيعتذر للجمهور تاني بعد ما احرز الهدف، وبنشوفه كمان بيعتذر في نهايه المباراه بعد ما خد مان اوف ذا ماتش. شكرا تريزيجيه. اتمنى الاستمراريه يا جماعه. اللي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي دلوقتي ان احنا نقعد 4-5 ماتشات على الاقل مستمرين على نفس الروح دي علشان نقدر نخرج من عنق الزجاجه اللي احنا حاطين نفسنا فيه، ونقدر نتقدم شويه في الترتيب، ونقدر ان احنا نرجع للمنافسه على الدوري من تاني. نقطه كمان ايجابيه عملها عماد النحاس النهارده، الضغط العالي يا جماعه. النهارده النادي الاهلي كان بيمارس ضغط عالي قوي جدا على فريق سيراميكا. ما قدرش فرقه علي ماهر انها تخرج بالكره او تعمل التحولات اللي هي علي ماهر متميز فيها جدا مع فريق سيراميكا وبيعتمد عليها بشكل اساسي لما بيلاعب الاهلي او الزمالك. النهارده النادي الاهلي طول الشوط الاولاني منع علي ماهر ومنع سيراميكا كليوباترا من اي تحول هجومي خطير على مرمى محمد الشناوي بسبب الضغط العالي القوي جدا والايجابي اللي كان بيربك لعيبه سيراميكا، وغلطوا اكتر من مره. الشوط الاولاني يا جماعه يخلص على الاقل 3-0 للنادي الاهلي لولا الرعونه في بعض اوقات المباراه ولولا اهدار الفرص السهله. كان سهل جدا يخرج النادي الاهلي متقدم من الشوط الاولاني 3-0 ونريح الدنيا كلها. عجبني كمان في الكابتن عماد النحاس انه مع بدايه الشوط الثاني ما تراجعش للدفاع، ومع بدايه الشوط الثاني النادي الاهلي كمل ضغطه لغايه الدقيقه 65 او لغايه الدقيقه 70 علشان يحاول ان هو يحرز الهدف الثاني ويقتل المباراه، ويحاول ان هو يتعلم من اخطاء المباريات اللي فاتت وخصوصا مباراه انبي، ان هو ما يتراجعش للدفاع في بدايه الشوط الثاني علشان ما يستقبلش هدف التعادل. لكن احنا كان عندنا آفة النهارده غريبه، هي اضاعه الفرص يا جماعه. آفة اضاعه الفرص دي احنا بنعاني منها من ساعه رحيل وسام ابو علي وغياب امام عاشور عن مباريات النادي الاهلي. بقينا نضيع فرص كتير جدا للاسف يا جماعه. محمد شريف جاي النادي الاهلي يفنش في النادي الاهلي ويعتزل في النادي الاهلي. محمد شريف مشطب كوره يا جماعه. انا مش عارف الكابتن عماد النحاس ليه بيلاعب محمد شريف على حساب جراديشار. ده سؤال انا مش لاقي له اجابه. يعني ايه اللي مميز في محمد شريف او اللي بيقدمه محمد شريف في الملعب عن جراديشار عشان يلعب اساسي على جراديشار؟ الاتنين مستواهم سيء. طب ما تجرب مره تلاعب جراديشار اساسي ومحمد شريف يبقى هو البديل، يمكن لما ينزل من على الدكه يقدم الفارق مع الفرقه. لكن كل مره انا بعتمد على محمد شريف اللي هو ناسي الكوره تماما، فبالتالي انا تقريبا بلعب بدون مهاجم. علشان كده النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا في استغلال الفرص اللي بتتاح له اثناء المباراه. عجبني النهارده كمان يا جماعه
اداء تريزيجيه طبعا اتكلمنا عليه. عجبني كمان بن شرقي يا جماعه. بن شرقي النهارده كان بيلعب بروح وقتاليه مش معتاده من بن شرقي. بن شرقي دايما بحس انه اللاعب الفافي اللي بيلعب بالشوكه والسكينه، اللاعب اللي هو مش عايز يهين نفسه في الملعب، اللاعب اللي هو مش عايز يبوظ تسريحه شعره. لكن النهارده بشوف ان بن شرقي، لا، بن شرقي النهارده عمل اداء مميز جدا. بن شرقي ينفع يلعب اساسي عادي جدا هو يا كابتن عماد. بن شرقي النهارده كان بيدافع، كان بيهاجم، عمل كل حاجه في الماتش لغايه وقت خروجه. وعجبني جدا اداء بن شرقي. وعجبني جدا المقاتل في نص الملعب مروان عطيه. مروان عطيه عمل ماتش عالمي، ماتش رجوله من مروان عطيه. عجبني كمان ياسر ابراهيم في خط الدفاع. عوده ياسر ابراهيم كانت مهمه جدا يا جماعه لخط دفاع النادي الاهلي. عوده الرجوله ياسر ابراهيم كانت مهمه جدا لخط دفاع النادي الاهلي. وفي علامات استفهام كبيره على اداء مصطفى العش واداء بيكهام مع النادي الاهلي. الاثنين دول علامه استفهام كبيره. وانا مش عارف الصراحه ياسين مرعي لو جاهز ليه ما بيلعبش اساسي؟ ليه ياسين مرعي لسه ما دخلش مع الفرقه برغم عودته من الاصابه؟ انا من وجهه نظري ان خط الدفاع الاساسي للنادي الاهلي لازم يبقى ياسر ابراهيم مع ياسين مرعي. ولكن بيكهام والعش الصراحه اقل كتير جدا من مستوى النادي الاهلي. تعال بقى اخش لك على علامات الاستفهام اللي عملها عماد النحاس النهارده من بعد الدقيقه 75، وهي التغييرات. تغييرات غريبه جدا يا جماعه عملها عماد النحاس. تريزيجيه متالق وفي قمه تالقه، وبيدافع وبيهاجم وبيتحرك في كل حته في الملعب، وقريب جدا ان هو يحرز الهدف الثاني ليه وللنادي الاهلي. بتطلعه ليه؟ ليه بخرج تريزيجيه؟ ليه بخرج اللاعب المتالق عندي وبدي فرصه سيراميكا انها تمسك كرة عليا وانها تضغطني؟ تغييره تانية غريبه انا ما فهمتهاش. ازاي انزل ديانج اللي هو بيلعب رقم 6 واطلع محمد شريف؟ اطلع المهاجم بتاعي واودي طاهر محمد طاهر اللي هو برضه ناسي الكوره ويلعب مهاجم وانا عندي جراديشار بره، وانزل رقم 6 تاني علشان ادي ايحاء ليه علي ماهر وليه فرقه سيراميكا ان انا بدافع من الدقيقه 75 ويلا اضغطني ويلا هاجمني ويلا اضغط اكتر يمكن تجيب هدف التعادل. ليه انا بعمل كده؟ تغييرتين غريبتين جدا من عماد النحاس. انا مش فاهم هو ليه عملهم وليه الجا للدفاع من الدقيقه 75 من الشوط الثاني. طب ما انا كنت ماشي كويس وكنت بهاجم وبحاول اجيب الهدف الثاني. ليه انزل ديانج واطلع شريف والاعب طاهر محمد طاهر وانا عندي جراديشار بره كان ممكن ينزل مكان شريف عادي جدا؟ وليه اخلي تريزيجيه يخرج من الملعب على الرغم من التالق الشديد؟ يعني انا في المباراه بتاعت انبي وتريزيجيه كان سيء جدا، لعبته ال 90 دقيقه يا كابتن عماد، وفي المباراه اللي هو متالق فيها وبيفيد الفرقه وممكن يجيب الهدف الثاني بطلعه من الدقيقه 75. تغييرات غريبه يا كابتن عماد. التغييرات دي كانت السبب ان النادي الاهلي يتضغط من الدقيقه 75 لغايه الدقيقه 96 ونبقى قاعدين على اعصابنا وقاعدين متوترين خايفين ان النادي الاهلي يخش فيه هدف التعادل. صراحه النادي الاهلي يا جماعه محتاج مدير فني في اسرع وقت ممكن. شكرا للكابتن عماد النحاس على المجهود اللي بيحاول يبذله، ولكن النادي الاهلي محتاج مدير فني بشخصيه قويه، مدير فني جريء، مدير فني ما بيخافش، مدير فني بعد ما بيجيب هدف يبقى عايز يجيب التاني والتالت والرابع، مش يلجأ للدفاع ويسلم الماتش للفرقه المنافسه اللي كانوا فعلا هيجيبوا هدف التعادل. كرة من اسلام عيسى بيشوطها بره بطريقه غريبه جدا انفراد، كرة تانية من على بعد 4 ياردات بس من مرمى محمد الشناوي بيضيعها كريم ندفد بغرابه. الحمد لله انها عدت على خير. وصدقوني يا جماعه والله العظيم هي عدت على خير علشان اللعيبه النهارده كانوا رجاله وكانوا فعلا عايزين يعملوا حاجه وكانوا بيلعبوا للفريق وكانوا عايزين يكسبوا. علشان كده بس عدت على خير والنادي الاهلي قدر انه يكسب المباراه. لكن النادي الاهلي محتاج مدير فني في اسرع وقت ممكن، ويا ريت النهارده قبل بكره. بس ده كان كل اللي معانا في حلقه النهارده في مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا. بس الاهم من رايي هو رايك انت. مستني ارائكم في الكومنتات عن مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا. مستني ارائكم هل يستمر الكابتن عماد النحاس في القياده الفنيه للنادي الاهلي ولا احنا محتاجين مدير فني يجي في اسرع وقت. وكمان يا ريت يا جماعه تدعمونا بلايك بشير بكومنت، تدعمونا بسبسكرايب لقناه اليوتيوب وفولو لصفحه الفيسبوك وصفحه التيك توك. سلام ومبروك المكسب للنادي الاهلي وبدايه العوده للطريق الصحيح باذن الله. سلام.